رضا عبد العال خلصان بعد اختيار عزة المطعم الطاير. رضا عبد العال جه جزار الملاعب ورفض العصير كأنه بيشكر الحاج دمنهوري، ده اللي قاله رامز، وبيبص على شكل المطعم من بره كأنه بيشتري شقة في التجمع، وطالب يدوق كشري كأنه في شبرا ومش حابب حاجة فيها شطة، وطالب معاه كشري ودقات الكشري. غريب قوي انت يا رضا، ودق حاجة فيها توم وقعد يتفتف كأنه بيقزقز لب. وركب الونش بس ما كانش خايف، خاف من اللي جاي يا لطيف، اللي كان بيسبل لكارلا وهي بتقوله الجو حلو، قال لها الجو حلو بيكي. ودخل المطعم الطاير وبدأت أسئلة كارلا: عندك أولاد؟ قال لها 2، ولما سألت عن أعمارهم سكت تقريبا نسي. بتحصل يا كابتن. ولما سألته إيه رأيك في الأجواء قال لها يرعب. هو أنت لسه شفت رعب يا كابتن؟ ولما قالت له وقفت عن التدريب ليه قال لها المجال بقى كله مش حلو، اللي انت شايفه يا كابتن. ولما اتسأل عن حبه لأكتر لاعب قال لها ميسي من غير تفكير على طول. ولما اتسأل برضو لما خنت مراتك جبت لها ايه قال لها جبت لها شاي. انت جاي تهزر بقى يا كابتن. ودخل هراشي باتو اللي هو رامز يعني، بس تقريبا كده مفيش حاجة عجبت الكابتن، فقرر رامز يتدخل وطلع السمكة الطايرة في وش الكابتن، فترعب الكابتن قوي. ولسه يا كابتن اللي جاي أحلى. وبكل براءة اترعب الكابتن وقفش في دراع كارلا، يعني يا كابتن كارلا اللي هتحميك، وبيحاول يمسك في أي حاجة مش عارف، قام داخل في دراع كارلا تاني وبهدل البنت آخر بهدلة. يا عيني عليك يا كارلا. وكشف رامز وشه اللي بيحاول يكهربه رامز في مرحلة الشفافية، وبيعترف ان رامز برنس مصر، واعترف على طول ما هو خايف يتكهرب بقى. في مرحلة التصالح مع النفس ضربوا في عينه بالبندقية المائية لما سألوا عن موسيماني، وطلع ما عندوش تصالح خالص وقعد يشتم. وجت مرحلة الثبات الانفعالي بس مفيش ثبات، ده شاف الضفدعة اتعصب على طول من قبل ما رامز يمسكها ويقول له لا. واعترف الكابتن ان المذيعة غفلته في المقلب ده، واختتم ان الخطيب هو الأسطورة. ما اكيد يا كابتن.